من الطفل إلى تحديات الفلوس. القصة الكاملة لأزمة فادي خفاجة وسبب الهجوم على شقيقه. فادي خفاجة تصدر اسم الفنان فادي خفاجة ترندات منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب ظهوره في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، وهو يشكو من عدم عمله في السينما والدراما وقلة الأعمال المعروضة عليه. وكشف فادي خفاجة أنه بسبب قلة الأعمال المعروضة عليه قام باللجوء إلى نشر فيديوهات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، والدخول في تحديات وفقرات خاصة لكسب الأموال من مواقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة تيك توك. انفعال فادي خفاجة وألفاظ خارجة. وأثار الفنان فادي خفاجة غضب واستغراب رواد السوشيال ميديا بسبب ظهوره المثير للجدل في الفيديو. فظهر فادي خفاجة وهو منفعل بشكل كبير وتلفظ بألفاظ خارجة، كما أنه هاجم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي. وقال فادي خفاجة خلال البث المباشر: أنا تعبان وضيعت عمري كله في المعهد العالي للفنون المسرحية، أنا متخرج بتقدير جيد جدا ومن حقي أشتغل وأمثل. لو العبد لله مشتغلش في مسلسل أو اتنين وتلاتة، مين يشتغل؟ أنا واثق من نفسي جدا. وكشف الفنان الشاب فادي خفاجة في البث المباشر عبر تيك توك أنه مستاء من عدم عمله في صناعة الأفلام والدراما، وأنه لا يوجد أعمال تعرض عليه الآن. يوجه فادي خفاجة رسائل هجومية للمخرجين ومنتجين الوسط الفني. وتابع خفاجة أنه توجه لعمل جولات خاصة بكسب الأموال عبر تيك توك بسبب عدم عرض الأعمال الفنية والدرامية عليه، وأنه لا يعمل ويجلس في المنزل. أتمنى يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.